الاستاذه الكبيره امال ابو اليزيد وحزب الوفد، وانا برحب بحضرتك على قناه دي. اهلا بيك يا فندم، انا متشكره جدا. عايزين نعرف ايه حضرتك على الحزب اول النهارده. الحقيقه النهارده انا سعيده قوي، شايفه حاجه جديده، يمكن اول مره اشاهدها. النهارده الشعب والشرطه في خدمه الوطن، والنهارده الحقيقه شايفه قيادات سياسيه وقيادات تنفيذيه وقيادات امنيه وقيادات شرطيه، الكل جاي يحتفل، واقول عليه ده يعتبر عرس حريه يعني. الحقيقه النهارده انا فرحانه قوي قوي بالمنظر شفته النهارده. التعليق حضرتك على المنظر بتاع الاسم هو التعليق هقول لك على حاجه، مش تعليق جمالي ولا منظري ولا لا، عوده الاسم. ايوه، انا عايز اقول ايه، العوده كويسه جدا، ان المواطن لابد فعلا محتاج الى امن يكون موجود معاه، بس الامن ما يكونش ضد المواطن، يكون لحمايه المواطن. السؤال انا عايز اساله، امبارح كان في اجتماع مع السيد المحافظ الغربيه، ليه حزب الوفد لم يحضر منه احد؟ الحقيقه انا لما وجه لي الدعوه يجوز وجهت وانا ما اعرفش على حاجه، لم توجه لي الدعوه. بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ، وانا سعيد جدا على الحوار مع حضرتك، واتمنى ان شاء الله ان احنا نجد ان الاقسام كلها فعلا معامله المواطن معامله شريفه جدا، ان المواطن يعتبر بالنسبه له بريء لا تثبت ادانته. المعامله الانسانيه قد بتتغير من سلوكيات المواطن، اي معامله بتكون سيئه بتؤدي لنتيجه سيئه، المعامله الطيبه تؤدي في النهايه الى نتيجه طيبه، ووجود محبه وبين الشرطه وبين المواطن هذا ما نتمناه يعني. ان شاء الله.